تشبيه مجازي لو قلنا زي الافلام السينما يعني اللي بيحصل فيها، افلام الحرب تحديدا. تلاقي مثلا يعني جندي خارج من معركة ولكن عنده إصابة أيا كان بقى، جرح، طلقة، أيا كان. طيب تلاقيه ماشي وشايل شنطته وماشي كده، ولا مهتم بأي حاجة، وهو عمال ينزف ولكن مش همه. طب ما انت كده بتنهي نفسك بالبطيء، وعلى آخر الطريق اللي انت ماشيه دمك هيتصفى وهتخلص. طيب البديل بقى، او المفروض يعني العقل بيقول كده يعني، ان انت يا تقعد تداوي نفسك بنفسك لو ما عندكش مجال، او تستنجد باللي حواليك. يا جماعة يا تلحقوني يا ما تلحقونيش، واللي يحصل يحصل، بس تبقى عملت اللي عليك. فده تشبيه يعني عايز اقوله لبعض الحاجات اللي بتقابلنا في حياتنا. تبقى عمال تتضر وتتأذي من كل حتة، وانت بتظرف دماء او يعني بتعاني، ولكن انت ماشي ومبتسم ومكمل، والناس مش حاسه باي حاجه، ويقول لك ده هو طبيعي كده. فانت كده بتظلم نفسك وبتظلم اللي حواليك، لان حتى اللي حواليك ما اديتهمش فرصه ان هم ياخدوا خطوه ايجابيه او سلبيه حتى يعني. فنتقي الله يجعل لنا مخرج ونسلمه لله نكسب ونقول يا رب. شكرا لك.